السلام عليكم ومرحبا بكم مع سمية من قناة وصفات إيطالية. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطورطة رائعة جدا، لذيذة بزاف، كتجي معلكة وزوينة يعني صراحة بمذاق الشوكولات، ولكن ما فيهاش الدقيق وما فيهاش الزيت وما فيهاش الزبدة كذلك. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. انا شخصيا يعني صراحه عجبتني داكشي باش قلت نشاركها معكم. غادي ندوزو ان شاء الله المقادير. غادي نحتاجو هذا النوع هذا ديال البسكوي اللي تيقولوا ليه لاماريتي، يعني بمذاق مذاق اللوز المر. غادي نحتاجو للدقيق اولا الخبز المحمص عفوا، سنيده، الشوكولات، البيض، وهنايا عندي القشده الطريه. ومن بعد ان شاء الله غندير معكم المقادير بالتفصيل. عندي الخميره ديال الحلوى. اول حاجه غادي نقوم يعني نهرسوا هذا البسكوي، ممكن نطحنوه في الطحانه، غير هو ما بغيناهش يطحن بزاف، بغيناه يبقى واحد شويه على هذا الشكل هذا. ومن بعد كناخذوا واحد المول، غادي نبداو بالمول هو الاول اللي غادي يعني غادي نحاولوا نقطعوا هذا الكارط هذا. ضروري صراحه انا بغيت نديرو، نتوما يعني على حسب الرغبه ديالكم بغيت ندير فيه، نحاول يعني نتفاداو المشكل ديال انها تلصق لينا في المول. لذلك غادي ندير هاد الكاغط، غادي نحاول نطراسيه الاول ومن بعد غادي نقطع باش يبقى ليا القياس اللي غادي ندير في المول الداخل. دابا غادي ناخذ المول، غادي ندهنو بواحد شويه ديال الزبده، ماشي بزاف، ومن بعد غادي ندير فيه داك الكاغط اللي قطعت لداخل، يعني باش نتفاداو ان الطورطه تلصق لينا بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ندوزو باش نحضروا الخليط ديال الطورطه. غادي ناخذوا يعني واحد الصحن، غادي نديروا فيه 4 ديال البيضات، 200 غرام ديال سنيده او سكر سنيده. غادي نطربوه مزيان، ممكن نستعملوا كذلك الطراب اليدوي. غادي نطربوه مزيان حتى كيصبح على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كياخذ واحد اللون ابيض شويه. من بعد كنضيفوا ليه القشده الطريه اللي كتكون 250 مليلتر ديال القشده الطريه. كنضيفوا هذاك البسكوي اللي هرسناه بهذا الشكل هذا. البسكوي كما قلنا تيكون بمذاق اللوز المر، يعني ممكن تاخذوه من السوبر مارشي تقدروا تلقاوه، او لا اي بسكوي لا ما بغيتوش، يعني ممكن اي بسكوي ديروا المذاق ديال اللوز المر. وهنايا كندير الخبز المحمص، غني عن التعريف. راكم يعني ممكن ديروا غير الخبز اللي عندكم يابس في الدار وتحمروه في الفران، ومن بعد تطحنوه وكتحصلوا على داك الخليط. وهنا عندي 100 غرام ديال الشوكولات، حبيبات الشوكولات. ومن بعد كنضيف الخميره ديال الحلوى، 16 غرام ديال خميره ديال الحلوى، هذاك الساشي فيه 16 غرام. كنخلطو يعني كنحصلوا على واحد الخليط كما كتشوفوا، كيكون بحال هذا الشكل هذا الخليط. ما درناش الزيت، ما درناش الزبده. كنكبوا الخليط في الصحن ديال الفرن. ملي كنكبوه في الصحن ديال الفرن، المهم كنحاولوا كنقادوه في هذا الاثناء الفرن تيكون شاعلينه باش يسخن. كنديروه على 180، ما بين 170 حتى ل 180 درجه. كنصل يعني كنحاولوا يعني نسرحوا الحلوه ديالنا. من بعد كنديروها في الفرن اللي قلنا سخناه على 170 لمده 30 حتى ل 35 دقيقه. كنحيدوها كما كتشوفوا، كتجي محمره، كتجي روعه على حسب الفرن. المهم كل واحد والفران ديالو. انا درتو في الفران مع المروحه تقريبا الوقت 35 دقيقه، ممكن كذلك 40 دقيقه. المهم نتوما عينكم ميزانكم، كتحلوا الفران الا لقيتوها محمره صافي كتحيدوها. دغيا تحيدات من المول كما كتشوفوا ديال الفران. ومن بعد هنايا كنقلبوها في الصحن، كتقلب معنا بسرعه يعني ما كتلصقش. كنحيدوا الكاغط ديال الفران حتى هو كما كتشوفوا جات حتى من التحت محمره روعه. صراحه كنصحكم انكم تجربوا هاد الطورطه هذه، انا بعدا عجباتني، داكشي باش قلت ضروري خصني نحطها. كناخذوا الصحن ديال التقديم وكنقلبوا فيه الطورطه. ومن بعد التزيين كيبقى على حسب الذوق. انا زينتها بالسكر كلاصي، غادي ندير عليها واحد رشيشات ديال السكر كلاصي. كنغربلوه بهذا الشكل هذا وصافي. كما كتشوفوا ممكن تكثروا، ممكن ديروا غير شويه، ممكن تزينوها مثلا بالشوكولاط وتزوقوها. المهم كل واحد وشنو تيعجبو. انا فضلت هاد الطريقه هذه سهله
من بعد كنقطعوا الطورطه ديالنا كما كتشوفوا. وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الطورطه هذه وتردوا عليا الخبر في التعاليق. صراحه انا حمقاتني وعجبتني وكيعجبني هذا النوع هذا ديال الكيكات، داكشي علاش شاركتها معكم. انا ما عنديش مع الطورطات البلا كريم، كيف ما قلت صراحه ما عنديش مع الحلاوي ديال لا كريم، ولكن كنفضل بحال هاد الطورطات هادو اللي كيكونوا عاديين ولكن كيجيو معلكين ورائعين. ان شاء الله الا جربت عاوتاني شي وصفه ممكن انني نشاركها معكم باذن الله. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.